أهلا يا أصحابي، النهاردة معانا حلقة جديدة مع برنامج كاتب وكتاب، والنهاردة معانا الدكتورة حنان إسماعيل. معانا الدكتور حنان إسماعيل كاتبة قصص أطفال، وده صديقنا يوسف، وأنا حمزة. هتحكي لنا النهاردة يا دكتور؟ هنحكي النهارده قصة سمسم المزعج. استيقظ الأرنب سمسم الصغير من نومه نشيطا، وتناول وجبته من الجزر التي أعدتها له والدته، ثم أدار صوت الموسيقى بصوت عالي وراح يرقص ويغني معها. خرجت له أخته قالت له: هل يمكنك أن تخفض من صوت الموسيقى وتقلل من تلك الضوضاء التي تحدثها؟ لأنني أذاكر وأحتاج لبعض التركيز. فانصرف عنها وقال لها: أنا حر، أفعل ما أريد. بعد قليل خرجت له أمه وقد ربطت رأسها بعصابة، ربطة كده، ربطة دماغها يعني، وقالت له: أنا مريضة ولا أتحمل هذا الصراخ، فلتخفض من صوت الموسيقى. قال لها: أنا سعيد اليوم يا أمي وأريد أن أرقص. حزنت أمه من ردة فعله. فرع الجيران باب الجحر وقد استاءوا من تلك الضوضاء. اغلق مصدر تلك الضوضاء يا سمسم، إنها تسبب إزعاجا. رد عليهم بوقاحة: هذا بيتي أغني وأرقص فيه كيفما أشاء، وأشغل الموسيقى وقتما أريد. فانصرفوا وهم في غاية الغضب من سمسم وأفعاله. وفي صباح اليوم التالي بينما كان سمسم يلعب أمام الجحر أصيبت قدمه بفعل زجاجة مكسورة، فنزفت منها الدماء وتورمت، واستدعى له والده الطبيب ونصحه بالراحة التامة. وعندما بدأ جفنه يغفو، بدأ ينام كده يعني عينه اتغمض، سمع ضوضاء شديدة من الخارج ولم يستطع النوم. نادى على جدته لتأمرهم بالسكوت لأن صوتهم يزعجه، وهنا تدخلت الجدة: في الواقع يا سمسم هذا غير ممكن لأنهم أحرار أيضا. سمسم: كيف يا جدتي؟ الجدة: إنك بالأمس لم تراعي مشاعر أختك ولا أمك ولا جيرانك، لقد أزعجتهم جميعا وقلت لهم بأنك حر. يا سمسم، إن حرية الفرد تنتهي عند حدود الآخرين. أطرق سمسم برأسه، بص كده في الأرض وكسف من نفسه من عمايله وقال: آسف يا جدتي، لن أفعل ذلك مرة أخرى. إيه رأيك في القصة؟ جميلة. فهمت منها إيه؟ أنا فهمت اللي ما ينفعش أنت تزعج حد ورا التاني، عشان ممكن هم لما أنت تكون تعبان برضو هم ممكن يزعجوك وأنتوا تقولوا بطلوا بيفكروك بقى اللي أنتوا قلتوا أنا حر، أنا ماليش دعوة. في حاجة اسمها أنا حرة على طول ولا الحرية ليها حدود؟ الحرية ليها حدود طبعا. تمام. طيب قولي يا يوسف، أنت فهمت إيه من القصة؟ اللي احنا ما ينفعش نبقى أنانيين، وما ينفعش كمان لو حد مثلا قال لنا وطي الصوت ده شوية وما نوطوهوش كده مثلا، احنا مش هنبقى مؤدبين. تمام. ممكن لو عايزين نسمع موسيقى نشغل ايه؟ نحط الايربودز في ودنا، صح؟ نحط السماعات في ودنا، نسمع على قدنا حتى ما نعليش الصوت عشان ودنا ما تتعبش. نسمع على قدنا وفي نفس الوقت انا مش لازم اسمع اللي جنبي، افرض مش عايز يسمع اسمعه بالعافيه؟ لا. طيب لو اخواتك بيذاكروا بتعمل ايه في البيت انت؟ اكيد بتعمل لهم دوشه؟ لا. تشغل التلفزيون؟ تشغل لا بشغله، بس بشغله بصوت واطي. تمام، ما تضايقهمش. خلصنا قصة سمسم المزعج وعرفنا هي تقصد ايه، تمام؟ بان حرية الانسان مش عامة، مش مطلقة، لا، احنا حريتنا في حدود مساحتنا، وتنتهي حريتنا قبل ما نيجي نأذي حد تاني، تمام؟
دلوقتي بقى هندخل على قصة تانية بعنوان سمسم في قاعة الألعاب الرياضية. ذهب سمسم في الصباح الباكر إلى صالة الألعاب الرياضية اللي احنا بنسميها قاعة الجيم. تمام؟ انبهر بجمال الصالة وبأنها مكيفة الهواء، وبمجرد أن سدد الاشتراك راح يلعب بعشوائية على كل الأجهزة الموجودة، ثم انتقل إلى جهاز آخر لتقوية عضلات الذراعين اللي هي اللعب اللي بتعمل كده. تمام؟ لم يلتفت سمسم إلى قصر ذراعيه. الأرنب رجليه طويلة، ايديه قصيرة، هو ما خدش باله بقى من الحكاية دي، فسقط على الأرض. نادى عليه المدرب: صباح الخير يا سمسم، أهلا بك في صالة التدريبات الرياضية. سمسم: أهلا بحضرتك، أحب أن أبدي إعجابي بالصالة وبالأجهزة الحديثة الموجودة بالصالة. المدرب: أحب أن ألفت نظرك أنه لا يصح أن تلعب بعشوائية على كل الأجهزة، هناك كذلك وقت محدد لجلوسك على كل جهاز بما لا يضر عضلات جسمك. سمسم: كيف؟ المدرب: المشاية تناسبك كثيرا لأن رجليك أطول من ذراعيك. المدرب: يناسبك أيضا اللعب على هذا الكرسي الدائري، فهو يقوي عضلات البطن ويزيل الدهون الزائدة. سمسم: حاضر يا كوتش. المدرب: أما العقلة فلا تناسبك تماما لأن ذراعيك قصيران. سمسم: حاضر. حاول سمسم أن يرفع من لياقته البدنية بالمشي في الهواء الطلق واتباع نظام غذائي سليم، وبعد مرور شهرين أصبح جسم سمسم رياضيا وبرزت عضلاته، فأصبح مفتونا بها وراح يضرب أو يدفع الحيوانات الصغار في طريقه. ذهبت الحيوانات الصغيرة إلى جحر أرنوبة هانم لتشتكي من ظلم سمسم لها. انتظرت أرنوبة هانم عودة سمسم من قاعة الألعاب الرياضية وقالت له: إن عليك أن تلعب الرياضة من أجل الحفاظ على صحتك والدفاع عن نفسك وليس لظلم الآخرين، بل بالعكس عليك أن ترفع الظلم عن الآخرين إن استطعت. قال سمسم: أعتذر لك يا جدتي عما بدر مني وأعدك ألا أفعل ذلك مرة أخرى. من القصة ما ينفعش اول ما عضلاتنا تكبر ما ينفعش نضرب حد مثلا ندافع عن نفسنا، ولو ضربنا حد احنا كده وحشين. تمام. يبقى ممكن اول حاجة نروح الجيم، تمام، نلعب على الأجهزة. ممكن برضو قلنا في القصة هنا ان هو يمشي في الهواء، المشي رياضة. ممكن كمان ان هو يخلي باله من اكله، يمشي على نظام غذائي. تمام، نعمل الحاجات دي عشان نحافظ على لياقة جسمنا. طب انت دخلت قاعة جيم قبل كده؟ لا خالص. انت رحت قاعة جيم؟ ما رحتش مثلا مع اخوك؟ ما رحتش مع ماما؟ ما رحتش مع حد؟ لا. تمام. هي عموما القاعة بتاعت الجيم من جوه فيها اجهزة كتير، فيها جهاز للمشي، فيها جهاز يقوي الذراعين، تمام، في اجهزه مثلا اللي هي عشان الوسط اللي عنده دهون، عنده كرش، اللي عنده جسم تخين، تمام، فلما بيمشي عليها بيقف عليها كده وبيلف، دي بتحرق الدهون اللي موجوده في مناطق مثلا الوسط او البطن. تمام. فكل جهاز فيهم يبقى ليه مواصفات معينه ويليق على جسم معين وما يليقش على حد تاني. يعني جهاز المشي مفيد جدا، تمام، بس ما ينفعش مثلا، لازم تعرف في تعليمات المدرب هيقول لك عليها. ما ينفعش ان جهاز المشي تقف عليه فجأة، لان هو سير وبيجري، لو وقفت فجأة وهو شغال تقع على وشك. تمام. فدي حاجة. الحاجة التانية ما ينفعش تمشي اكتر من 10 دقايق. ليه؟ عضلاتك هتتعب، هتحس ان في شد عضلي في رجلك، يبقى انت كده مش لعبت رياضه، انت كده اذيت نفسك لانك ما مشيتش على الرولز او القواعد بتاعه الجهاز. اما ندخل مكان لازم نحترم قواعد المكان. اما بندخل مكتبه هنا ليها قواعد، لازم احترم القواعد.
اما المسؤول عن المكتبه تقول لي ايه لما تخلص الكتاب اديهولي، تخلص الكتاب وتديهولها. تقول لك حطه في مكانه يبقى تحطه في مكانه. تقول لك لازم تسجل بياناتك وانت داخل، تسجل بياناتك وانت داخل. يبقى لما ادخل مكان لازم احترم القواعد بتاعته. اما تقول لك ممنوع الصوت العالي في المكتبه، ده صح تمام عشان غيرك بيقرا ويركز. برضو لما بدخل قاعه الجيم يبقى لازم ليها برضو ايه اصول وقواعد. المدرب بيقيس لي الوزن، بيقيس لي الطول، بيشوف لي ايه الحاجات اللي تناسبني. هيقول لك انت هتلعب على دي 10 دقائق وتلعب على دي 10 دقائق وتلعب على دي 10 دقائق. لازم تسمع كلامه ان هو شايف ايه اللي يناسبك تمام. لكن اللي يلعب على جهاز غلط هيضر نفسه مش هيفيد نفسه. غرف نفسه بقى، قال لك انا وقت قوي واللي هيجي جنبي هضربه، وفضل رايح جاي يضرب في العيال الصغيره، بقى مفتري. ده صح؟ لا. عشان بقيت قوي افتري على الصغير؟ لا. يبقى احنا لازم نراعي التمرين. احنا يعني لعبنا رياضه وبقينا اقوياء لينا عشان تبقى صحتنا حلوه. فجه هو عامل ايه بقى؟ طول ما هو ماشي برجله يشوط في الحيوانات الصغيره، يضرب في الاصغر منه، يضرب. طبعا الحيوانات زعلت، ما ينفعش السلوك ده وهو مش بيسمع الكلام. فراحوا لجدته بقى، قالوا لها يا تيتا شوفي سمسم عمل فينا ايه، عمال يضرب فينا رايح جاي وهو ارنب مفتري. هي بقى استنته لما رجع قالت له ينفع كده؟ هو انت لما رحت تلعب جيم علشان تبقى مفتري ولا عشان تحافظ على صحتك؟ ولو حد ضربك تدافع عن نفسك. ما انت بتبقى قوي ما حدش يعرف يضربك، صح؟ يبقى انت بتلعب الرياضه عشان كده، عشان ما يبقاش عندك امراض، عشان تدافع عن نفسك. لكن اوعى تظلم حد. لكن لو لقيت طفل في الشارع صغير حد بيضربه، لا انت امنع اللي بيضربه انه يضربه. ما انت قوي هو هيخاف منك. تمام فاهم دي؟ تمام. يبقى ايه، فهو حس بقى ان هو كده غلط وبص كده في الارض وزعل، قال لها اسف يا تيتا انا مش هعمل كده تاني. سعدت بصحبتكم اليوم، وسعدت بيك يا حمزه، وسعدت بيك يا يوسف، وانتم ما شاء الله استيعابكم كويس للمضمون بتاع القصص تمام. وبرضه سعدت بافكاركم في اختيار عناوين القصص برضه، سواء عجبكم او قلتوا اقتراحات. وان شاء الله نلتقي في قصص اخرى ان شاء الله، وكل سنه وانتم طيبين. خلصت حلقتنا مع برنامج كاتب وكتاب، ويا رب تكون عجبتكم.